في يوم 12 فبراير 2025 وبالتحديد في ملعب جوديسون بارك في مباراة بين ليفربول وإيفرتون، والدقيقة 97 وخلاص الماتش بيخلص وليفربول كسبان 2-1، والمفروض الحكم كان حاسب 5 دقايق بس زود شوية من عنده علشان في كام واحد وقع وديربي بقى ومش عايز يزعل حد. المهم الكرة عمالة تتنطط في نص الملعب وبعدها تروح ناحية الشمال، فيروح هاريسون يحاول يرفع فتخبط وتروح للباك، فيحاول يرفع فتمشي معاه وتعدي من لاعب واتنين، ويجي باك ايفرتون تاركوفسكي بصاروخ ما يتصدش ويتعادل لايفرتون. كل ده رغم انه مش عادي بس ممكن نعتبره عادي قدام فرحة جمهور ايفرتون. بس يا ترى ايه سبب الاحتفال ده؟ في سنة 1878 اتأسس نادي في انجلترا اسمه ايفرتون، وطبعا مادام في نادي فلازم ملعب، وما تستغربش لما تعرف ان ملعبهم وقتها كان الانفيلد، ايوه ملعب ليفربول الشهير. ومقام سيدنا الحسين انا من ليفربول. غريبة، بس ازاي الملعب اتحول واتغير ده برضه هتعرفه. المهم ان ملعب الانفيلد وقتها كان مملوك لرجل اعمال اسمه جون هولدنج، وكان واحد من اثرياء مدينة ليفربول طبعا. وفضل نادي ايفرتون يلعب في الانفيلد لمدة 12 سنة لحد ما قرر هولدنج انه يزود ايجار الملعب علشان شوية مشاكل سياسية كده. وطي الصوت يا عشان بنتكلم في مصلحة. المهم ان وقتها رئيس نادي ايفرتون جورج ماهون رفض زيادة الايجار وقال له يا باشا احنا هنعمل ملعب عادي، وعملوا ملعب فعلا وبقى اسمه جوديسون بارك. الملعب ده كان جنب ملعب الانفيلد على طول يا دوب 940 متر بس، وكان بينهم حديقة اسمها ستانلي بارك. فهولدنج قال لك حلو، هو عمل ملعب انا هعمل نادي وهسميه ايفرتون. راح الاتحاد الانجليزي قال له ما ينفعش يا عم هولدنج، ازاي يعني شغل بلبن وبحليب ده دوري انجليزي يا عم. فقال لك خلاص هسميه ليفربول على اسم المدينة، وبكده المدينة بقى فيها ناديين بيجمعهم ديربي اسمه ديربي الميرسيسايد، والاسم ده راجع لنهر الميرسيسايد في مدينة ليفربول. ومع بداية الديربي ده كان بيغلب عليه طابع الصداقة والأخوة، وإنك ممكن تلاقي عيلة متقسمة على الناديين عادي، حاجة كده زي غزل المحلة والبلدية. وكانت المباراة بينهم هي من أكبر المباريات حضورا في العالم، وصل عدد الحضور ل 23,000 في الستينات، وده رقم كبير جدا وقتها. وكان الديربي الوحيد في إنجلترا اللي الجماهير بتتشارك فيه الملعب بدون أي حواجز فاصلة بين جمهور الفريقين، والفرقتين كان عندهم كره كبير لمدينة مانشستر، وكان بيجتمعوا في الهتاف ضد مانشستر. بس ليه وازاي كل الحب ده اتحول لعداوة مرعبة؟ في يوم 29 مايو 1985 نهائي الأبطال في استاد هايسل في بلجيكا بين ليفربول ويوفنتوس، وقبل الماتش ما يبتدي كان في خناقات بين مشجعين الفرقتين، وكانوا بيضربوا بعض بالطوب ويزقوا بعض، خناقات شوارع يعني، لحد ما جماهير ليفربول كسروا الحاجز اللي بينهم وبين جمهور اليوفي. بس مش الحاجز النفسي ده، حاجز بجد وسور وحديد ودنيا. وخلينا هنا اقول لك ان كسر الحاجز هيبقى بداية لإنشاء حاجز تاني مع جماهير ايفرتون. هقول لك ازاي. لما جماهير ليفربول عدت يعني عدت وتعدت الاتنين، وبقى الموضوع مش نهائي بين الفرقتين، وناس اتحشرت وناس اتصابت، بس في الاخر الناس المحشورة دي هربت واللي اتصاب خلاص اتصاب، بس مش اصابات، ده في 29 واحد اتوفى والاصابات وصلت لاكتر من 600 شخص. انا عارف انك لحد دلوقتي مش فاهم ايه دخل ايفرتون بكل الهيصة دي، هقول لك ازاي. بسبب الكارثة دي اتحاد الكرة الأوروبية قرر يمنع مشاركة الفرق الإنجليزية مدى الحياة، بس في الآخر تراجع عن مدى الحياة وخلاها 5 سنين بس. أما ليفربول فهياخد سنة زيادة، يعني 6 سنين بدون المشاركة في البطولات الأوروبية. المهم بقى إيفرتون كان بقاله 14 سنة مش بيكسب الدوري، فجه بقى في الكام سنة دول اللي هيتمنعوا فيهم من مشاركة بسبب ليفربول، واللي حصل كسبوا الدوري مرتين خلال الفترة دي، واللي ضايق جماهير إيفرتون إن ده كان آخر دوري يكسبوه. بيني وبينك هي حاجة تحرق الدم فعلا، لأن تاريخيا دي كانت آخر فرصة ليهم للمشاركة، لأنهم بعدها ما كسبوش دوري ولا حتى كانوا في المراكز المتأهلة، وبمستواهم دلوقتي فهم يا دوبك هيهبطوا الموسم الجاي، وده هيبقى رقم كويس ليهم وقتها. وملحوظة صغيرة قبل حوار العقوبة ده بفترة، كان في مدرب اسكتلندي بيدرب ليفربول اسمه بيل شانكلي، كان دايما بيذم في نادي ايفرتون وكل تصريحاته ضد النادي وجماهيره، بس ده ما كانش سبب لاشتعال الكراهية، بس العقوبة كانت متينة فطبيعي يخبطوا في بعض. يعني حط نفسك مكان جمهور ايفرتون، كان عندك ملعب واتاخد منك، والاسم برضه كان هيتاخد لولا تدخل الاتحاد. ومخفيش عنك سر ان ليفربول اول سكواد ليه خالص كان لابس طقم لاعيبه ايفرتون اللي كانوا نسيوه وهم بيعزلوا، قصدي بينقلوا من الانفيلد، ده غير البطولات اللي كانت دايما فيها منافسه بين الفرقتين لحد ما تفوق ليفربول وتكتسح.
فبقى هو نادي المدينة ومعاه نادي عيان كده اسمه ايفرتون، رغم ان ايفرتون اقدم طبعا. بس وسط كل الخناقات دي كان بيحصل حاجات تقرب الاتنين من بعض، زي سنة 1989 وحادثة هيلسبير الشهيرة في نص نهائي كاس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست. وقتها توفى 96 مشجع من جماهير ليفربول بسبب التدافع الجماهيري، وخرجت جريدة ذا صن وقالت ان اللي حصل ده بسبب الجمهور، يعني هم اللي موتوا نفسهم علشان كانوا شاربين وسهرانين وكل اللي شبه ده. يعني في 96 واحد كانوا سهرانين سوا تقريبا وشربوا وقعدوا وعملوا وبعدها طلعوا على الاستاد جري، فمن الجري ماتوا بقى. ده طبعا كلام مش منطقي من ذا صن، فجماهير ايفرتون تكاتفت مع جماهير ليفربول وقطعوا ذا صن، وكانوا بيجيبوا الاهرام. معلش الافيه حكم عزيزي المشاهد. وكان السبب في كل ده صحفي اسمه كالفين ماكنزي، ووقتها مدينة ليفربول كلها منع دخول الصحيفة دي لحد سنة 2007، اما خرجت الصحيفة واعتذرت في بيان رسمي. ووقتها جماهير ليفربول ردت الجميل لجماهير ايفرتون لما طفل من مشجع الناديين عنده 11 سنة توفى، وإدارة النادي قدمت لهم دعوة لحضور المباريات في ملعب ليفربول، وكمان شغلوا أغنية نادي ايفرتون في ملعب الأنفيلد. والله انت ما بقيتش عارف طب دي عداوة ولا غيرة ولا صداقة ولا حقد، بس هقولك دلوقتي موقف يفهمك احنا فين. في سنة 2020 نادي ايفرتون خسر مباراة قدام مانشستر سيتي في ملعب ايفرتون وسط حضور جمهوره، بس الغريب ان الجمهور احتفل بالهزيمة دي. وده ليه؟ لان الفوز ده في مصلحة السيتي، وفوزه بالدوري على حساب مين بقى؟ الغريم ليفربول. حاجة كده زي ما قال عمرو دياب، وإن شفتوا أي غيري مطول في السلام وشافني شايفه يعني دو يطول في الكلام. وكل موسم بقى هتلاقي خناقه في ماتشات الفرقتين، وفعلا هو ماتش قوي جدا رغم فرق الامكانيات المرعبه بين الفرقتين، الا انه دايما ماتش مثير وديربي تحب فعلا تتفرج عليه. وهتحتاج بعد كده تركز اكتر مع الجمهور وقت الماتش ده، وخصوصا جمهور ايفرتون اللي شفته في بدايه الحلقه، واللي دايما مع كل كوره تلاقيه بيتفاعل بشكل مرعب ولا كأنها حلبة مصارعة. وكان دايما أي جيل لإيفرتون بيبقى شايل مسؤولية إنه ياخد حق تاريخ إيفرتون من الجار اللئيم ليفربول اللي خد ملعبه ولبسه ومكانه وكل حاجة. والعنف اللي في الديربي ده بيخليه متصدر المباريات من حيث الحصول على البطاقات الحمراء، وده من بداية البريمير ليج 1992. وللتاريخ برضو أول نهائي بين الفرقتين كان نهائي كاس الرابطة 1984 واللي انتهى بفوز الليفر 1-0، وده برضو وقتها زود الكراهية بينهم. أول ديربي 13 أكتوبر 1894 لآخر ديربي 2 إبريل 2025 هيفضل ديربي الميرسيسايد هو أكتر ديربي مثير ومنتظر زي الحلقة الجاية كده. سلام.